عارف ليه مطارات كتير ما بتسمحش للإيرباص A380 إنها تهبط عندهم؟ هل عشان الطيارة دي مش آمنة؟ لأ خالص. ال A380 هي أكبر طيارة ركاب في العالم، جناحاتها لوحدها طولها يقارب 260 قدم، ومساحة الجناح حوالي 9100 قدم مربع، يعني فعلا تقدر تركن فوقها طيارة A320 كاملة، وعشان كده هي محتاجة ممرات أوسع بكتير من الطيارات العادية. بس الموضوع مش في العرض بس، الطيارة دي وزنها مهول، ولما بتلمس الأرض بتبقى محتاجة مدرج كبير، ولازم يكون متوافق مع معايير الطيارات الضخمة. مش كل مطار أرضيته متصممة تستحمل النوع ده من الطيارات، خصوصا في المناطق اللي بيكون فيها الحمل مركز عند أماكن العجلات. كمان في نقطة ناس كتير ما تعرفهاش، المحركات بتاعتها قوية جدا وبتطلع دفع عكسي عنيف زي باقي الطيارات الكبيرة، وده بيحتاج مسافات أمان أكبر وبيخلي المطار يبعد أي معدات أو مركبات عن مسار الهواء عشان الأمان. لكن الموضوع مش لدرجة إنه يوقع عواميد أو يهد أسوار زي ما الناس بتبالغ. فالخلاصة، المطارات مش بترفض الطيارة دي، لكن المطارات اللي مش مجهزة للبعد والوزن ولا اللي عندها البوابات والممرات المناسبة مش هتقدر تتعامل مع الوحش ده بأمان. وأخيرا، لو أعجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.